صباح الخير حبايب قلبي، مشتاق لكم. اليوم راح نبدي فيديو جديد نحكي فيه عن تأثير الشقة وأثرناها. ومن ضمن هذا اليوم عندي مقابلة للأسيستنت مالتي، اليوم راح ألتقي بيها وأريد أتعرف عليها وتتعرف علي لأن ما شايفها، أول مرة راح ألتقي بيها. وهذا اليوم أيضا منتظرين أحمد وزيد الحلاوي راح يجونا اليوم. فبما انه زيد صايم لازم ندير له فطور مضبوط يستاهل زيودي. وخليكم معنا اليوم، خلينا نشوف شنو يصير لنا. مرحبا حبايب قلبي. بما انه قلنا نلتقي يم المحطة ننتظر الشباب، بس هم يندلون البيت. احمد جانا قبل هالمرة ندلوا البيت وصعدوا هنا البيت، فراح نشوف اللي طبخناه اليوم لان سوينا الفطور. عندنا بزو صايم يعني، وبعدها نراويكم الاثاث اللي اثثنا به الشقة، نشوفكم الفطور. هذا تشريب لحم الصيام، يحبون هاي السوالف التعبانه مال تشريب لحم وهي شيء عودان امه مثلا. وهذا التمر مثل ما تشوفونه، هاي حضرنا الخبز على مود التشريب، يريد يفطر بزوق. والهاي مرقه العدس، اليوم سوينا مرقه عدس لان مشتهيها. تعال شوف لي هاي المرقه عيوني على طاوله 11. عندك طاوله 11 اثنين مرقه بس. بالعقبه مشتاقين له، والعقبه كنا ننتظره يجي بهذا الفيديو وما اجى، ما شفناه. بس مغرمين 75 اورو ما قدر يوصل. فخلي نكمل فطور ونكمل طبخ، نلتقي بهواي الفطور ان شاء الله، وبعدين نراويكم البيت والشقه. هذا محمد البصراوي من اهل البصره، وهذا بزوق الحلاوي، وهذا تعرفونه هذا يوميا طالب. ايوه هذا يوميا يعني. فنتفطر ونرجع لكم بخير على قولته بالعقبه. اكل مع السلامه، اللهم لك صمنا وعلى رزقك. اذا تعرفها يلا شلون سويتها بس بقلب. نرجع لكم مره الفطور حبايب قلبي، نراويكم الاثاث ان شاء الله تعطونا رايكم بيه. حبايب قلبي مثل ما قلنا لكم مره ما تفطرنا وكملنا الحمد لله والشكر، راح نراويكم الاثاث ونشوف شنو اشترينا. ضلوا يعني هذا ميز الطعام اللي اشتريناه، والكراسي مالت المقاعد مثل ما تشوفون ابيض جبته لان رتنست ويا المطبخ. هذا المطبخ انتم شايفين. ونرجع هذا الصالون، شوفوا ميز الطعام. خلينا لاستيك حتى ما يطلع. خلينا لاستيك جوا ما يطلع فيه صوت، هو ربع خاص مالته. فمثل ما تشوفوا هذا الميز، اكيد راح تعطون رايكم بيه حبايب قلبي، ونرجع نراويكم الصالون. هذا الصالون، هاي جنطة حمودي خالها هنا، عندهم قنافات. هذا الصالون اللي اشتريناه، وهاي القطعة الثانية مالته طبعا، والطاولة هاي موجودة. وهذا الميز مال التلفزيون فارغ، يعني لازم تدزون لنا هدية تلفزيون. شنو السالفة؟ مع الاسف والله. بردات بعد يحتاج. فيحتاج لنا بعد بردات. هذا الصالون هيك راح تصير القعدة، وهذا المطبخ، ذاك المطبخ، وهاي القعدة. قاعدة شنو؟ المهم حبايب، هاي غرفة النوم مثل ما تشوفوها. طبعا هاي الفرشة دزلناها صديقنا وحبيبنا جا بارك لنا على الشقة مثنى من اهل بغداد، هدية جابها خطية. وهذا الكنتور مال الغرفة مثل ما تشوفوا. فانا ما اقدر اطلع لكم اياه كامل لان شوي ما ادري قريب صاير عليه. وهاي غرفة المراية، شوف بعدني ما شاتها بما انه جبتها جديدة، لازم اعلقها بالحائط. المهم هاي الغرفة، فاعطوني رايكم بيها حبايب قلبي. وها مثل ما تشوفون هاي عندنا احمد الجبورة ما يقبل يطلع بالكاميرا، ما اعرف ليش. وهذا الشارع مالنا، هذا الشارع اللي يطل على الغرفة تطل على الشارع. شنو اللي يطل؟ هذا الشارع العام. حبايب قلبي هذا كان فيديونا لهذا اليوم، ولا تنسون الاشتراك اذا عجبكم الفيديو، واتمنى لكم الموفقيه يا رب. وظلوا ويانا لما نأثث ونكمل. عندنا فيديو ثاني راح نغير بديكور الشقه، راح اصبغ بيها كم ضلع بما ان انا صباغ وبشتغل ديكور، مصمم ديكور. مصمم ديكور.
فراح اغير بها اضلاع بالمطبخ، راح اغيرها اضلاع بالصاله. انتظرونا بالفيديو الجديد، باي باي.